خليني اسالك سؤال. كم مرة بدأت حاجة جديدة، كورس، جيم، لغة، مشروع، في الآخر سبتها؟ لو حصل معاك كده فغالبا أنت فاكر نفسك إنك شخص كسول. خليني أقول لك يا صديقي إن المشكلة مختلفة تماما عن موضوع الكسل. أغلبنا اتربينا على فكرة غريبة جدا، إن الشخص الناجح هو الشخص اللي عنده إرادة قوية. عشان كده كل مرة بنفشل فيها بتلاقي نفسك بتقول أنا ما عنديش إرادة، أنا كسول، أنا شخص غير منتظم. لكن يا عزيزي خليني أصدمك وأقول لك، لو بصيت لأي حد ناجح حواليك هتعرف إن حياته مش ناجحة بالإرادة. الإرادة دي يا صديقي زي بطارية التليفون بالظبط، كل جزء بتاخده منها فبتستهلك جزء من بطاريتك، ولما بتفضى بترجع زي التليفون الفاصل ومحتاج يتشحن تاني من الأول. عشان كده بتلاقي نفسك بعد يوم شغل طويل وانت كنت مقرر ان انت هتكسر الدنيا، ترجع تفتح تليفونك وتقعد على التيك توك. انا عارف كل ده مش لانك كسول، ده لان مخك في الوقت ده بيكون بيدور على اقل مجهود يقدر يبذله. ليه؟ عشان بطاريتك فضيت. الناس الناجحه مش بتعتمد على الاراده، الناس الناجحه زي ما قلت لك في اول الفيديو بتعتمد على النظام. والفرق ما بين النظام والاراده، تخيل معايا شخصين، الاول كل يوم بيقول انا هبدا، وكل يوم بيقول انا هعمل مشروع، والشخص التاني عنده نظام وخطة ماشي عليها من الألف للياء حتى لو ما عندوش أي حماس. بعد سنة متخيل مين اللي هيكون وصل لحلمه؟ أكيد الشخص التاني. خليني أقول لك إن دي كانت أكبر غلطة عملتها أنا شخصيا، إن أنا دايما كنت بعتمد على الإرادة بتاعتي، وكنت بعتمد على البطارية بتاعتي، وكأن إن أنا ماشي بباور بانك في جيبي. بس الموضوع مش كده. لقيت إن اللي بيمشي على نظام ثابت مخطط هو هيعمل إيه في حياته بيوصل قبل مني. و100% كل الناس اللي نجحت فهي ما نجحتش فقط بشعلة الإرادة، ولكن نجحت بالاستمرارية. نظام ثابت كانوا هم ماشيين عليه، وصلوا لمرحلة هم كانوا بيحلموا بيها زمان، ولكن بالاستمرارية والنظام الثابت. ودي كانت أكبر غلطة عملتها. كنت مستني أبقى متحمس وكنت مستني اليوم المثالي، بس اكتشفت إن اليوم المثالي عمره ما هيجي. عشان كده يا صديقي عاوزك من النهارده ما تستناش تحس انك عاوز تشتغل، اعمل النظام وسيب النظام هو اللي يشغلك. ولو في فكرة واحدة عاوزك تطلع بيها من الفيديو ده، هي ان النجاح مش نتيجة إرادة قوية، النجاح نتيجة نظام قوي تستمر عليه. متنساش تعمل فولو، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية. سلام.